اللي هو مثلا ابني كان بيتعالج من السرطان والالبوم بتاعك ده كان معانا فتره العلاج. انا بالنسبه للبدايه دي كانت 9 سنين لما كنت في الفصل والمدرسه لمحت يعني جزء من الموهبه فقالت لوالدي ووالدتي اللي هو شكل هشام عنده موهبه المزيكا فهم جابوا لي ساعتها حتى اورج صغير، ومن ساعتها بقى بدات بان انا اقعد 3 4 ساعات ل 10 11 ساعه لما بقى عندي 12 سنه. اول مقطوعه الفتها كان وانا عندي 14 سنه، ولا كنت مبسوط ساعتها طبعا، بس هي دلوقتي اكيد يعني فاكرها، بس هي طبعا كانت بالنسبه لي ساعتها انجاز. بس اول تراك انزله بقى ده كان اللي هو الفيرست فويج او الرحله الاولى، ده بعتبر ان ده بدايه ان انا انزل في السوق والناس تبدا تسمع عني وعن مزيكتي. تأليف الموسيقى بيبدأ بالجملة الموسيقية الأول طبعا، أول ما بتلاقيها بتبدأي تخشي بقى إن أنت إزاي تشتغلي عليها، تجوديها، تفكري فيها كمقطوعة ومؤلفة كاملة. ألبوم أفق ده أنا أعتبر شغال عليه بقالي 3 سنين، أول حتى مقطوعة فيه مألفها من 4 سنين، بس هو بدأت أشتغل فيه من 3 سنين تقريبا. يعني اسم أفق حسيت إن هو فكرة إن الواحد يعدي الأفق اللي شايفها قدامه، في حالتي في فكرة المزيكا، أو إنك تعدي الأفق أو سقف أي حاجة أنت حاسة بيها بأمان يعني. فبس وعجبني ان هو فكره كاسم ممكن يتقري بالعربي وبالانجليزي ومعرفش، حسيت ان هو فيه كده تطلع اكتر فانطلقنا معاه. الاغنيه برضو اللي انا مبسوط بيها اغنيه ايها القلب، دي دي اغنيه صوفي مغنيها مطربه مغربيه اسمها أميمة، ومن كلمات جلال الدين الرومي، وحاولت برضو ان انا امزج الموضوع بشكل مختلف كتوزيع، ان انا استخدم ازاي ادخل صوفي مع مقسوم بأصوات تراب. يعني حبيت كده أعمل تجربة جديدة عليا، فمبسوط يعني الحمد لله بالطالع يعني.